يا ابوي جبت لك فلوس كتير قوي يا ابوي. محمود، امال جيت ليه من الغربة بسرعة يا ولدي؟ ايه اللي حصل؟ وفلوسين اللي ما اتكلم عليها انت، ده انت مسافر بقالكش شهر. ما انا هنفهمكم على كل حاجه يا ابوي. بالصلاة على النبي كده، انا ربنا كرمني يا ابوي بشغلانه زيني، فجبت لك قرشين حلوين نسندوا عليهم، وقلت اريحك واشيل عنك الحمل شوي وافتح مشروع ونجيب عربيه ونحطوها قدام البيت زي الناس التاني. غربتي اللي هتخليك تجيب عربيات وعماير يا ولدي بالسرعة دي؟ وعاك تكون فلوس حرام دي يا محمود وداخل علي بيه. قلبي مش مرتاح لك يا ولد. لا لا يا ابوي، يا سمح الله، دي فلوس حلال وجابها من عرق جبيني، انت تعرف كده عن ولدك؟ ما تصدقوش يا ابوي، ما تصدقوش يا ابوي، ولدك كذاب. مين يجيب شنطة فلوس مع عباية في خلال شهر واقول لك من عرق جبيني؟ الفلوس دي حرام. كلامك صح يا ولدي يا شاكر، ده أنا زمان اتغربت، قعدت سنة في الغربة يا دوبك اللي عملتهم 50,000 جنيه، وهو يروح شهر زمن يجيب شنطة معباية فلوس، وقال ليه؟ قال أخوك يقول من عرق جبينه. ما أنا قلت لك قلبي مش مرتاح له يا ولدي، ده هيخلي جلطة تنزل علي. يعني انت ما مصدقنيش يا ابوي؟ خليت شاكر اخوي يشك في الفلوس دي، انا قلت لك جيبها من عرق جبيني. انا هاخد الفلوس دي يا ابوي، هوديها البيت وهازل منيكم ومش هسكن معاكم تاني، والسلام عليكم.